بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبالك منيو اقتصادي ل 15 اكله على مدار 15 يوم. تعالي بسرعه وركزي معايا، ورقه وقلم واكتبي ورايا. اول حاجه طبعا معايا النهارده هنعمل خضار. تقدري تختاري بقى اي نوع خضار متوفر عندك. انا عملت بقى بسله كده، جنبيها شويه ملوخيه وجنبيها شويه رز بالشعريه، بتبقى طعمها خطير. كمان تقدري ما تحطيش لحمه خالص ويبقى يوم ارداحي ويبقى جميل جدا. عملت كمان شوربه لسان عصفور. طب يا هبه، احنا هنعمل يوم ارداحي ومفيش لحمه، نعمل شوربه ازاي؟ بصي يا ست الكل، انا لما باجي اول شهر بشتري اللحمه بتاعتي بجيب معايا ماسوره من عند الجزار. بصراحة بتنفعني جدا، بسلقها وبطلع منها اكياس شوربة وبشيلها في الفريزر. اليوم بقى اللي ما بيبقاش فيه لحمه خالص بروح عامله بقى بسقي بيها المحشي، بعمل شوربه لسان عصفور، شوربه خضار بطبخ عليها بتبقى خطيره. وده اليوم التاني عملت شويه مكرونه جنبيهم شويه بفتيك كده وبتنجان مخلل، بطاطس محمره، والعيش الجميل دوت اللي انا عاملاه في البيت بيطلع طعمه خطير. شويه مكرونه بالصلصه، اختاري نوع المكرونه اللي الولاد بيحبوها عشان ما يغلبكيش، عشان يبقى طعمها حلو معاكي. بس كده، ده اليوم التاني. تعالي ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، والاكلات بتاعتنا كلها متنوعة وافكار جديدة ومختلفة. وتالت يوم بقى معايا فضلت ان انا اطلع كيس فراولة من الفريزر واعمل لهم بقى وادلعهم كده عصير فراولة. طيب جنب العصير دوت هنعمل ايه؟ هنعمل احلى اكلة ستريبس. وطبعا زي ما انتوا عارفين كده، اللي الاطفال والكبار بيحبوا الاستريبس جدا. عملته معاكم كذا مرة، لو عايزة الطريقة قوليلي في الكومنتات هسيبها لك ان شاء الله. ستريبس بتاعنا بيبقى طعمه حلو جدا. عملت جنبيه رز ويزو وحمرت شوية شيبسي كده، بيبقى لذيذ. وطبعا الكاتشب انا بعمله في البيت، فما بحتاجش بقى اللي انا ايه اشتري كاتشب من بره. ده اليوم برضو نقدر اللي احنا نستبدل الرز بالعيش والعيش الفينو يعني، ونعمل بقى سندوتشات للولاد، او نعمل مثلا كريب ونحط الاستريبس جواها زي ما احنا عايزين. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، والنهارده دلعتهم بقى وعملت لهم صينيه بسبوسه خطيرة يا جماعة، طعمها حلو جدا، لازم تجربوها. وكمان عملت بقى فاهيتا فراخ، بتبقى خطيرة جنبيها شوية طحينة. اما النهاردة بقى، فالنهاردة شكشوكة، والشكشوكة دي اكلة مصرية خطيرة. اخواتنا بقى في الدول العربية يقولوا لنا اسمها ايه عندكم. شكشوكة بقى كده بتبقى مشطشطة وطعمها حلو قوي، جنبيها شوية زيتون مخلل من اللي احنا بنخلله، وشوية مخلل بقى جزر كده، على شوية خيار، بطاطس محمرة، حزمة جرجير غسلتها كويس جدا وحطيتها جنب الأكل. وكده بقى معايا أكلة متكاملة زي ما انتوا شايفين. نقدر نشيل منها أي حاجة ونحط جنبيها أي حاجة احنا حابينها. نقدر كمان نعمل جنبيها بتنجان مخلل، بيبقى خطير. بصي بقى بحب انا كده يوم في الاسبوع الم بواقي التلاجة واعمل اكله كده تكون حلوه ومناسبه كده جميع الاطراف. عملت النهارده كان عندي بقى بواقي التلاجة كتير جدا، ففضلت بقى ان انا اعمل جنبيها ايه، اعمل جنبيها جلاش. بس الجلاش بتاعنا بقى دوت محشي ايه؟ محشي جبنه، قطعه بسطرمه، حته لانشون لو فايضه مثلا من الولاد ولا حاجه. اللانشون اللي احنا بنعمله في البيت بيبقى طعمه حلو قوي برضو، بحطه جواها بيبقى خطير. فصينيه الجلاش ديت يعتبر من بواقي التلاجة، وكمان جنب بواقي الاكل بتاع الاسبوع، فبتبقى اكله لذيذه كده وطعمها حلو. اما اليوم بقى اللي بعد كده، فانا عملت رز بسمتي بقى، وعملت شاورمة لحمة. وشاورمة اللحمة يعني يعتبر كده، وعملت كمان تومية. عايزة اقولك بتبقى طعمها خطير جدا. تقدري تعملي منها فتة، وتقدري تعملي منها عيش سوري كده، بيبقى طعمه حلو قوي. اللي هي السندوتشات السوري بتبقى خطيرة يا جماعة. كل حاجة بنعملها في البيت بتبقى انضف واحلى واوفر من بره مليون من مرة. وكمان عايزة اقولك ان التكلفة بتاعتها ما بتبقاش عالية زي بره. يعني انت هتجيبي نص كيلو لحمة، عارفة اللي هو غالي، بس نص كيلو لحمة ممكن يعمل معاكي مثلا نقول 6 7 سندوتشات، مع الاضافة للخضار اللي احنا هنحطه. لكن لو هتروحي تجيبي من بره سندوتش واحد فهيرمي معاكي فلوس كتير قوي. السندوتش دلوقتي معدي 130 و140 جنيه. عملت بقى اليوم اللي بعد كده برضو كان عندي شوية رز بقى فايضين من اليوم اللي قبليه، فعملت جنبيها شوية شاورمة فراخ. واخدت كده كام قطعة من شاورمة الفراخ وعملت جنبيها بقى بيتزا كده. وقلت انوع للولاد ويبقى اكلة برضو طعمها حلو ولذيذة. وانتوا عارفين الولاد بيحبوا الاكل اللي هو يعتبر النواشف دوت قد ايه. بيبقى الاكلة بتبقى طعمها حلو قوي وخطيرة.
البيتزا طبعا لو عايزين الطريقة بتاعتها قولولي في الكومنتات هنزلها لكم. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، واليوم دوت حلو قوي لاني بحبه. كان عندي كده حوالي كيلو وربع من الشيش، كنت شايلاه في الفريزر، فبصراحة طلعته تبلته وحطيته جوه السيخ بالشكل دوت كده في قلب الفرن. تطلع معايا بقى اكله بتبقى طعمها حلو قوي، اللي هي يعتبر فراخ مشويه بس بقى بطريقه حلوه قوي كده، ما فيهاش عظم ولا فيها اي حاجه، بتخلي بقى العيل ياكل كده وبتبقى طعمها حلو أوي. لو كل واحد اخد قطعتين من الشيش دوت الكميه هتقضي وتفيد كمان. بسم الله ما شاء الله، خطيره. نقدر كمان نحط على وشها فحم كده وتبقى مشويه بالفحم. طلعت كمان جلاش، وعملت جنبيها بقى صينية جلاش كده، بتبقى طعمها حلو قوي ولذيذة. جربيها تدعيلي. طبعا لو عايزه طريقه الجلاش وطريقه الاكلات ديت ان شاء الله باذن الله هبقى اسيبها لكم في الكومنتات. بصي بقى، انا هنا عملت الجلاش، وعملت شويه مكرونه كده حلوين، وكمان شويه سلطه طحينه. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، واليوم دوت مسقعه ومسقعه، وكان عندي معلقتين كده من اللحمه المفرومه. واللحمه المفرومه انا بعملها معاكم بطريقه حلوه قوي. نص كيلو اللحمه المفرومه بيرمي معايا كميه كبيره، لاني بزود بصل وبزود خضار. فعملت بقى مسقعه وبتنجان مخلل والكلام اللي انتوا عارفينه دوت، والشاي الجرجير كده، وبيبقى يوم وبيتقضى والحمد لله. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، وبرده بالجلاش. الجلاش معانا وجبه اساسيه بصراحه. عملت لهم بقى ايه، فطاير كده، بس اليوم دوت كان في العشاء بقى. عملت لهم فطاير كده بالجلاش، بتبقى طعمها حلو قوي بس بالجبن. خطيره يا جماعه. ازاي الجبنه تشد معاكي كده؟ انا بستعمل جبنه الحمد طبيعي، بتبقى طعمها حلو قوي. نقدر كمان نعمل الجلاش دوت حلو، يعني نعملها سادة ونحط عليها بقى سكر ولبن، ممكن نحشيها شوكولاتة نوتيلا وموز زي ما احنا عايزين، ليكي حرية الاختيار. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كل حاجة في البيت بتوفر معايا وبتبقى اقتصادية لحد ما. كده خلاص، انا كنت عاملاها ساده. هنزل عليها شويه لبن واحط على وشها شويه سكر بودر، والله الله. عايزه اقولك بقى ايه، بتبقى فطيره بالسكر واللبن، خطيره طعمها حلو قوي. ما تتفرقش كتير عن الفطير اللي بيتعمل بالدقيق. والله يا جماعه جربيها وهتدعيلي، والولاد هيحبوها جدا. وطبعا لو مش حابه تحطي لبن ممكن يبقى سكر بودر بس، يعني اللي يرجعلك انت بقى. وطبعا بقى بتتاكل سخنة، بتبقى طعمها حلو قوي وما بتدخلش الفرن، والجو حر بقى وانتوا عارفين والكلام دوت، فمش عايزين نقف في المطبخ كتير. فالاكلات ديت بتبقى سهلة كده وخفيفة ولذيذة يعني. خلاص كده خلصت الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. نقدر كمان نستبدل الجبن بحشوات بقى زي السوسيس، لحمة مفرومة، قطع فراخ صغيرة، بواقي التلاجة. عندك صدر فرخة مثلا فايض من الولاد، فتنسليه بقى كده وتشوحيه على النار معاه بصلاية، قرن فلفل رومي، وتعملي بيه الحشوات دي. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، والنهاردة هنعمل كشري بعدس أصفر. كشري بعدس أصفر يعني نسلق بطاطس ونقطعها شرايح وندحرجها كده في شوية زيت، ونحط على وشها شوية دقة. نسلق بيض وندحرجه في السمنة وعلى وشه شوية دقة. طبعا لو حابة تعملي صلصة بيبقى خطير برضو لو عملتي صلصة، بس انا بحب ان انا اعمل جنبيه سلطة طماطم، وبزود فيها بقى المية كده والخل والليمون، بتبقى خطيرة وطعمها حلو جدا. ده كده كان الغدا. عايزه اقولك الاكلات دي بتبقى حلوه قوي يا جماعه، وبتاكل كده ومشبعه وبتبقى لذيذه. جربيها وادعيلي. اليوم اللي بعد كده بقى كان عندي بقى بواقي جلاش كده في قلب التلاجة، فبصراحه عملت جنبيها مكرونه وبس كده. وقلت ادلعهم بصينيه كنافه كده، موجود الكنافه عندي من شهر رمضان في الفريزر، فقلت ادلعهم يعني. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، واليوم دوت أكلة شعبية كده لذيذة. بطاطس محمرة جنبيها شوية بتنجان وفلفل مخلل. فول أنا اللي عاملاه في البيت. الطعمية أنا اللي عاملاها في البيت. حتة جبنة قريش كده عليها شوية كمون وشوية شطة ومعلقة زيت. قطعت طماطم وخيار وسخنت عيش وكده، بقى يوم حلو جدا سهل وخفيف وطعمه حلو قوي. الفول انا اللي بعمله في البيت. العجينه بتاعه الطعميه انا اللي بعملها في البيت، وبشيلها في الفريزر، بطلعها اشكل منها زي ما انا عايزه. عايزاها قرص كبير عجه زي ما انت شايفه كده بالبيض، عايزاها اقراص صغيره زي ما انت تحبي. بحبكم جدا، ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه.